اجيب معجون حراري شعبي ولا الغالي يستاهل؟ طب وليه نروح لبعيد؟ ما تيجي نجرب. انا معايا معجون شعبي جدا سعره حوالي 25 جنيه، وده بيستخدموه محلات الصيانه. ومعايا الماركه الالماني سيرمر جريزلي. الفئه اللي معايا دي فئه اقتصاديه، ورغم ان هي اقتصاديه الا ان سعرها غالي ب 400 جنيه. دلوقتي عندنا جهاز البي سي من غير اي ضغط، الحراره بتوصل من 46 ل 50 درجه، وده على معجون الحراري سيرمر جريزلي. ولما بدات اعمل ضغط على المعالج من برنامج سينابنش، الحراره بتوصل من 96 ل 100 درجه، ولقيت البرنامج جاب معايا 1079 نقطه. طب تعالوا بقى نجرب المعجون الشعبي اللي احنا بنقول عليه جبس او معجون اسنان. بدات افك المبرد بتاع ام اس اي، وده الفيرجن 2 اللي معايا، وهو حاجه اقتصاديه جدا مركبه على معالج الاي 5 14600 كي. وبعدين شلت المعجون القديم وحطيت الجبس بتاعنا، ولو بصينا على البي سي بدون ضغط هنلاقي درجات الحراره من 46 ل 50 درجه برضه، فهنا انا ما لاحظتش اي اختلاف. ولما ابتديت اعمل ضغط على برنامج سينابنش برضه نفس الكلام، في درجات الحراره من 96 ل 100 درجه، والبرنامج جاب 1058 نقطه. طب انت هتقول لي مفيش فرق بين المعجون الغالي والمعجون الرخيص؟ لا، هو في فرق، وفرق كبير كمان. المعجون الشعبي مجرد ما بتحطه على البروسيسور بينشف بسرعه، فانت ممكن تحتاج تغيره كل 3 او 6 شهور، انما المعجون الغالي ده ممكن يوصل معاك ل3 سنين، فمش سهل ان هو ينشف. فمن الاخر اهم حاجه تهتم بيها هي الكولر بتاع المعالج. ولو حبينا نجرب الكونتاكت فري ونشوف درجات الحراره توصل لكام قول لي في الكومنتات.